ورا الجدران دي في اسرار اتدفنت واصوات لسه بتهمس بالماضي، ناس دخلت وما خرجتش، وناس كانوا ملوك وانتهى بيهم الحال بين جدران. انا مش مجرد سجن، انا تاريخ محفور في الحجاره. مستعد تسمع حكايتي؟ انا سجن القلعه. زمان ايام صلاح الدين الايوبي القلعه كانت حصن قوي يحمي مصر، بس في نفس الوقت كانت فيها زنازين محبوس فيها ناس ضد السلطه. بعدها انا بقيت مكان بيتحبس فيه المعارضين، الحكام اللي اتغدر بيهم، وكمان الامراء والوزراء اللي كانوا في يوم من الايام اصحاب نفوذ. جدراني شافت كل انواع البشر، من المماليك اللي اتحبسوا هنا في زمن محمد علي للزعماء اللي اتسجنوا في فترات الاحتلال. سمعت همسات الخيانه، وكمان شفت قرارات مصيريه غيرت مصير بلاد. هنا في القلعه الامير تومان باي اتحاكم، وكتير من رجال الدوله انتهت حياتهم جوه الجدران دي. حتى الزنازين نفسها كانت مليانه اسرار، منهم اللي دخل وما خرجش، ومنهم اللي نجا بعجوبه. السجن هنا شاف اكتر من عصر، من المماليك للعثمانيين، ومن الاحتلال لحد ما بقى اثر بيزوروا الناس النهارده. بس تفتكروا الجدران دي نسيت الحكايات اللي حصلت هنا؟ دلوقتي الناس بتيجي تزور المكان، يتفرجوا على الزنازين، يحسوا بالرعب اللي كان بيعيش فيه المساجين. بس هل فعلا احنا عرفنا كل الاسرار ولا لسه في حاجات مستخبيه بس كده؟ لا، دي مجرد بدايه. كل حكايه ليها وشوش كتير، والتاريخ عمره ما بيحكي كل حاجه مره واحده. وبكده نكون خلصنا رحلتنا مع اماكن بتحكي، بس الاماكن دي عمرها ما بتخلص، والتاريخ دايما عنده اسرار جديده يكشفها. قولوا لي ايه اكتر مكان في السلسله شدكم وحابين اعمل ايه الفتره الجايه؟ متنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو علشان نخلي الحكايات دي توصل لناس كتير، واستنونا في مغامرات جديده قريب. رمضان كريم، وكل ده تنفيذ فكره العبد لله مهند احمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.